ولله في خلقه شؤون. انظروا إخواني، انظروا يا إخواني الكرام إلى هذه الحشرة الصغيرة، هذه الحشرة التي تسمى بالنافخ، الذي دائما ما تسبب الإنسان حساسية مفرطة إذا وقعت عليه وعلى ملابسه. لكن في هذه الصورة ما أن تسقط هذه الحشرات أو حشرة النافخ حتى تبدأ هذه الحشرات الأصغر منها حجما ب100 المرات أو ما يسمى بذر بالقضاء عليها أو بالتهامها. ولله في خلقه شؤون. ما شاء الله تبارك الله. الآن هو يصارع معركة، الآن معركة عنيفة ما بين الذر وبين النافخ. لمن الغلبة ستكون بالتأكيد للذر الذي بدأ النافخ في هذه اللحظات يعالج سكرات الموت أو بالانتهاء، والذر تنقض عليه.